في تعليق جه على قناتي كاتبالي يا مس داليا أنا داخلة أولى جامعة وما عنديش غير تجمين وبس، والظروف ما تسمحش إن أنا أجيب أكتر وأهلي مش هيجيبوا لبس للجامعة، هما تجمين عندي. طبعا التعليق مكتوب من واحدة أنا معرفهاش، هو جالي بس وصل على قناتي. بس أنا عايزة أقولك إن عادي تجمين، ما فيهاش أي حاجة، كلنا عدينا بالظروف دي وكلنا عدينا بالمراحل دي. فما تزعليش ولا تتضايقي ولا تقولي ده اصحابي كل يوم بتجميل جديد. دي جابت طبعا مع نفسك هتحسي ان اصحابك بعد كل مره يقولك ده انا جبت كذا، واللي تقولك انا طلعت مش عارفه رحت المحل الفلان والمحل العلان، مالناش دعوه بيهم. خليك مع نفسك، انت حلوه بروحك، حلوه بطريقتك، حلوه بادبك، حلوه باخلاقك. ياما ناس بمظهرها وسبحان الله تتخنقي منها ما تدخلش القلب. انت حلوه زي ما انا فهمتك بادبك باخلاقك بطيبه قلبك. فيكي حاجات مميزه كتير، وكمان تقدري تشتغلي على نفسك وتطلعي نفسك من اللي انت فيه والضغط النفسي اللي انت فيه. بمعنى يعني انت مثلا داخله اولى جامعه، لو انت تقدري تشتغلي مع الجامعه حاولي تشتغلي على نفسك، حاولي تجتهدي اكتر. يعني مثلا على سبيل المثال انت مثلا حابه مثلا التدريس وشايفه نفسك حلوه في ماده الرياضيات، تقدري مثلا تجمعي كام حد كده في الشارع عندكم وتديله مثلا درس، تحلي معاه تمارين، تختبريه وهكذا. يعني حاولي تشتغلي وانت في الجامعه. يا مس هقدر اشتغل وانا في الجامعه وضغوط الجامعه وكده؟ ايوه تقدر، ربنا عز وجل هييسر لك امرك وتبقي احسن من اي حد بفضل من الله. تمام؟ فانتي ما تتضايقيش، انتي في البدايه وعمرك ابدا ما تفضلي طول حياتك كده. اشتغلي على نفسك وهتوصلي للي انت عايزاه وهتجيبي كل اللي نفسك فيه. ولا تزعلي يا احلى الناس، والله انك بنت بيرفكتو.